صينية شرحات اللحمة متبلة بتتبيلة سهلة وبسيطة وكتير مميزة، ومتوفرة بكل مطبخ وبكل بلد، مع تتبيلة فليفلة ألوان مع البصل والبندورة، ومطفية بتوم وليمون. وقبل التقديم بنحط عليها صلصة طحينية، وبتتقدم كمان على جنبها صلصة طحينية. لما نسكبها بتعملوا على جنبها رز مفلفل بشعيرية، بتحبوا تقدموها مع برغل مفلفل بشعيرية بصلصة بندورة. احنا بنحبها تغميس بخبز تنور كتير طيبة. بنعمل على جنبها دايما بطاطا مقلية، وانا بحب معاها البطاطا والجز والمخللات، وصحن سلطة خضراء بسيطة وسهلة، ومتبل حمص ومن اطيب الصواني عنا. حتى انا يعني بعائلتي بتحبها بنفس الصينية الالمنيوم اللي بطبخها فيها بالفرن. ما بحبوا انه يشيلها وحطها بصينية للتقديم، بحبوا يغمسوها من الصينية. اول شي رح نجهز بمقلاية على النار شرايح ملية خروف عربي، منقلبن مع عود قرفة وكم ورقة غار بهيدي الطريقة، ومننزل عليهم شرحات اللحم. شايفين كيف انا استخدمت لحم عجل؟ بتنزلون عليهم بهيدي الطريقة، وبتخلوهن يتشوحوا على نار عالية عشان ياخدوا هالتحميرة الحلوة. انا هون عندي كيلو من اللحمة، قلبتهم كلهم سوا مع شرحات اللية وعود القرفة وورقة الغار. اخدوا هيدي التحميرة الحلوة، منشيلهم من المقلاية ومنخلي المي تخف بالمقلاية عنا كتير كويس. مية اللحمة اللي نزلت بس خفت المي عندي، انا هون حطيت زيت زيتون، وحطينا بصل شي 3 حبات بصل، وشي 5 حبات من الثوم مقطعين شرايح، وفلفل اخضر حار ما فرمته عشان ما تكون كتير سبايسي، وقلبتن مع رشة ملح بهيدي الطريقة. ما تخلوا البصل يدبل على الاخر. شايفين كيف حطيت عليه فلفل الوان اصفر واحمر واخضر مقطعين كمان شرايح، ومنقلبهم وعلى نار عالية، ما بدنا اياهم يكونوا دبلانين على الاخر بهيدي الطريقة. هلأ البهارات كزبرة فلفل اسود كمون بابريكا وقرفة. انا بحب البابريكا الفلفل الاحمر البارد الخشن، ما بحب البودر. مع هيدي التتبيلات البابريكا الخشنة اطيب. شي 3 حبات بندورة مقطعين شرايح كبيرة كمان، وقلبتهم بهيدي الطريقة مع البهارات مع البصل والفلفل الالوان والثوم. هلا عنا التقلاية صارت جاهزة، رح نضيف عليهم معلقتين كبار من معجون الطماطم، ومنقلب ليتسبكوا. طبعا زودنا الملح. وهلا انا هون عندي عصير تقريبا نص كوب عصير ليمون، ضفت عليه نص معلقة طعام توم مهروس، وحطينا شرحات اللحمة بالصينية اللي بدنا نطبخها فيها، ونوزع عليهم تقلية الخضرة. شايفين كيف؟ وهلأ بعد ما وزعنا تقلية الخضرة رح ضيف عصير الليمون بنفس المقلاية اللي عملت فيها الخضرة مع التوم، عشان ناخد كل الترسبات اللي بالمقلاية من طعم اللحمة وطعم الخضرة. ومنزود عليهم نص كوب من المي بس، مش اكتر من هيك. واخدنا التوم والليمون اللي كانوا بالمقلاية وحطيناهم على وش الخضرة واللحمة بهيدي الطريقة. نص معلقة طعام توم مهروس، نص كوب عصير ليمون مع نص كوب من المي. نسكبهم على وش اللحمة، غطيتهم ورق زبدة ورقة ألمنيوم، وغطى الطاجن الألمنيوم هيدا، وعلى الفرن. تقريبا ما حتاخد معنا وقت كتير، انا تلت ساعة كانت مستوية. حمرتها تحت الشواية بالفرن لانه هيدي اللحمة بسرعة بتستوي وبتكون دايبة دوب. بعد ما حمرتهم انا عندي صلصة طحينية عادي، كلنا بنعرف نعمل صلصة طحينية بس تكون شوي هيك تقيلة مش خفيفة. بنوزع منها شي 3-4 معالق طعام على وش الطاجن اللحمة. شايفين كيف؟ والباقي بنقدمه على جنبه، لانه كتير طيبة لما تاخدوا هيدي اللحمة بالصحن تسكبوا من الطحينية على الوش. فانا هون حطيت 4 معالق طعام من صلصة الطحينية وبتتقدم. طبعا ما فيني خبركن على الريحة وعلى الطعم وعلى النكهة. احنا بنحبها تغميس، اللحمة داي بدوب. فيكن اضافة اذا بدكن شوي كمان من شرايح فطر طازة، وعلى الوش شوي من صلصة الطحينية الدقيقة، وتغميس بالخبز مع البطاطا المقلية والسلطة، ومتبل الحمص والمخللات ولا أطيب.